السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسعادة. معاكم مستر حسام مع بودكاست معلومة على السريع. جت استفسارات بتقول لي إن إحنا عايزين نخلي ولادنا يحفظوا الكلمات بشكل كويس جدا وما ينسوهاش خالص، لأن ابننا بيسمع الكلمة وبعد كده بينساها. طيب، ركزي معايا يا ست الكل وهاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. رقم واحد، ابن حضرتك بيحفظ طبعا بالكتابة مظبوط، ولكن ينقصه ان هو لازم ينطق الكلمة وهو بيكتبها. يعني على سبيل المثال لو كلمة كات وهو بيكتبها هيقول سي اي تي كات، سي اي تي كات وبصوت عالي. طب ليه؟ واحد، بيمنع السرحان. اتنين، حضرتك سامعاه حتى لو انت مشغولة، فبالتالي انت مش مضطرة انك تفضلي قاعدة جنبه. تلاتة، الكلمة في المرة الواحدة بتتكرر على عقله 4 مرات، لأن لسانه نطقها، ودنه سمعتها، عينه شافتها، وإيده كتبتها. فكده المعلومة هتثبت في دماغه كويس جدا من غير أي مشكلة، ومش هيبقى عندك مشكلة في إنه يسترجعها تاني. النقطة التانية، سمعي ولكن من غير مراجعة. مفيش حاجة اسمها راجع عشان اسمع لك، عشان تعرفي ايه اللي فضل في الذاكرة بتاعته. فالحل بمنتهى البساطة ان في اي وقت وبشكل مفاجئ حضرتك هتقولي له تعالى اسمع لك، هتسمعي له الكلمات اللي كتبها صح تمام، الكلمة اللي فيها حرف واحد غلط هيحصل فيها ايه، هي دي اللي يتراجع عليها وتتثبت. وبكده يبقى الولد حفظ الكلمات بشكل كويس، ودربت الذاكرة بتاعته ان هو يسترجعها وقت ما يحتاج من غير اي مشكلة. ان شاء الله باذن الله تعالى قابلوني تاني في معلومة على السريع.